السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وحشتوني. الفيديو ده انا عامله لام عبد الله حبيبتي بتاعت السعوديه، ام حلا. حبيبه قلبي، انا دلوقتي معرفش والله ان انت تعبانه. انا قريت التعليق بتاع امبارح، قريت التعليق بتاع حلا غلط. ففكرته ان هو بتاع واحده تانية، واحده حبيبتي برضو زيك. آه، العلامة اللي هي حطاها على، طبعا انت عارفة تيتا مش قوي في القراية يعني، والقراية والكتابة والكلام ده، على قد يعني. ف من غير إحراج يعني. فاهمة سامعاني يا حلا؟ طبعا مامتك بتقولي تعبانة، ألف سلامة عليها الأول. يا رب يشفيها ويعافيها يا حبيبة قلبي، ينورها لك ربنا يا حبيبتي. ما نشوفش حاجة وحشة فيك أبدا يا رب يا أم عبد الله. يا أم عبد الله السعودية يا أم حلا. يا رب يشفيك يا ربنا بحاجة النبي، يا رب يشفيك ويعافيكي ويخليكي لأولادك يا حبيبة قلبي. والله أنا ما افتكرت التعليق دلوقتي. إن العلامة اللي حالة حطاها عندها، اللي هي البيضة ديت، في واحدة حبيبتي برضه عندها نفس العلامة دي كده على جنب الاسم بتاعها. فأنا فكرتها، هي رديت على التعليق بتاعها بتاع حالة على الست دي، البنت دي، لأن مامتها برضه كانت تعبانة وكده. فرديت غلط، قلت ايه، انا قلت برضه ان الف سلامه عليكي وكده. فانا مش عايزه اقول اسمها طبعا عشان ايه مش الخبط الدنيا. فانا دلوقتي قريت التعليق تاني بتاع حاله، لقيت بتقول ماما مش عارف تمسك الجوال. فكلمه الجوال دي اللي نبهتني ان الجوال ده مش بيقولوه الا السعوديه. السعوديين هم اللي بيقولوا الجوال. فقلت الله، ده التعليق ده بتاع حلا. فانت يا حلا المفروض لما تيجي تكتبي لي تعليق بعد اذنك يعني تكتبي حلا، تكتبي اسمك حلا بنت عبد الله، عشان ايه، اعرف ان انت حبيبه قلبي. وبعدين انا بتاسف والله، انا ما عرفت ارد طبعا، ما بعرفش ارد كتابه على التعليقات. كل اللي انا بعرفه ان انا ببعت لك القلب بالصوره دوت بس، هو ده اللي بعمله. متابعيني كلهم هم واخدين على كده. ماشي يا حبيبتي. وبعدين انا عامله الفيديو ده مخصوص لماما النهارده، عشان اشكرها على كل حاجه حلوه شفتها منها. اولا الست دي انسانه كويسه وطيبه، وربنا يشفيها ويعافيها يا رب بحق حق جاه النبي يا رب، حق الايام المفترجه عندك يا رب. يشفيها لكم يا حبيبتي وينورها لها يا رب. ما تشوفوش حاجه وحشه ابدا فيها ان شاء الله يا حبيبه قلبي يا ام عبد الله. آه، انا بشكرها كمان على حاجات انا شفتها منها. في ناس بتعلق لي تعليقات سلبيه كتير، وهي بترد عليهم اكنها انا. يعني هي انسانه بصراحه انا ما شفتش زيها ابدا. انسانه كويسه، كويسه وجميله ونضيفه كده من جوه، وقلبها ابيض. ربنا يخليها لكم يا حبيبه قلبي ويشفيها يا رب ويعافيها. والف الف الف سلام عليك يا ام عبد الله. انا بتاسف لك والله، انا ما كنتش اعرف ان انت اللي تعبانه. وحاله بتقول ان عينيكي بتحمر وتعبانه، عينيكي مش بتعرفي تبصي في الجوال وكده. فانا حبيبه قلبي والله ما كنت اعرف ان انت. انا رديت عليها تبعت لها القلب بس كده، ما كلمتش يعني عنها. فقلت لها الف سلامه، قلت للبنت دي التانيه الف سلامه على مامتك وكده. فانا يا حبيبتي انا بتاسف لك والله مره كمان يا ام عبد الله. انا ما انساش تعليقاتك الحلوه، وما انساش ردك الحلو على التعليقات السلبيه اللي بتجيني. وربنا يخليكي ليا ويخليكي لاولادك يا رب، ما تحرمش منك ابدا. والف الف شكر على كل حاجه حلوه شفتها منك انت وحلا. وربنا يخليكوا ليا يا رب، وتفرحي بحلا الايام دي ان شاء الله، السنه دي تفرحي بيها هي واولادك كلهم يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. وينورها لك ربنا ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله هتقومي بالسلامه وعينيكي تبقى كويسه يا ام عبد الله. واشوف تعليقاتك الحلوه الجميله ان شاء الله. ومش تزعلي مني يا حلا، انا مش خدتش بالي والله العظيم من التعليق بتاعك اللي انت كاتبالي فيه ان ماما تعبانه وعينها بتحمر لما تبص في الجوال. مش خدت بالي من كلمه الجوال دي الا دلوقتي بعد ما قريت تاني التعليق تاني. قلت الله، ده الجوال دي مش بيقولوها الا في السعوديه. فانا قلت لازم اعمل فيديو مخصوص لام عبد الله. طبعا مش هقدر ارد جمايلك، يعني جميلك اللي انت عملتيه معايا كبير قوي قوي. انا مش هقدر اردهولك، دي حاجه يعني حاجه قليله خالص ان انا اعمل فيديو صغير على قد الكلام اللي انا بقوله وابعتهولك يا حبيبه قلبي. وكل سنه وانت طيبه يا رب، وتقعدي له بخير انت وحلا بنتك وعبد الله وكل ولادك يا رب. ويخليكوا كده يا رب دايما مشرفينا كده في كل حاجه يا رب بحق جاه النبي.
ويصلح حالك يا حبيبة قلبي يا أم عبد الله، يصلح حالك يا حلا، وتشفيكي يا حبيبتي وينورها لك ربنا إن شاء الله يا أم عبد الله، وترجعي أحسن من الأول إن شاء الله يا حبيبتي. وأشوف تعليقاتك الحلوة الجميلة وكلامك الحلو وتعليقاتك اللي بترديهم على التعليقات السلبية اللي بتردي عليها دي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ما تحرمش منك أبدا يا رب، ويخلي لك حالة يا رب، وتفرحي بيها إن شاء الله. وألف ألف ألف شكر. ودي حاجة صغيرة أوي أوي اللي أنا بقدمها لك، أنا عاملة لك الفيديو ده مخصوص ليكي، أنا مش حاطة أكل ولا شرب ولا حاجة، بس أنا طالعة أشكرك أتأسف لكم إن أنا ما خدتش بالي من كلمة الجوال، إن الفيديو دوت الرد التعليق ده من حالها، وعرفتيني إن أنتي مامتك تعبانة وعينها تعبانة وكده يعني ان شاء الله ربنا هيشفيها ان شاء الله باذن الله، وتبقى كويسه وتبقى احسن من الاول ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وربنا يا رب يخليكم كده لبعض يا حلا انت ومامتك ام عبد الله، يخليكي ليها يا حبيبتي ويخليها لكم، وان شاء الله ربنا يشفيها ويزعلها هي واللي زيها يا رب. ماشي يا حبيبتي، والف الف شكر يا ام عبد الله على كل حاجه حلوه شفتها منك يا حبيبتي، على تعليقاتك الجميله وردك الحلو عليا انت وحلا، وربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرم من تعليقاتكم الحلوه يا حبايبي. وكل متابعيني طبعا على راسي كلهم طبعا ناس كويسين ومحترمين زي ام عبد الله كده، وربنا يخليكم كلكم يا حبايبي ليا ابدا للابد ان شاء الله لحد طول ما انا عايشه. انا اصلا ما بعرفش اتكلم، معلش سامحوني بتلخبط في الكلام. ماشي يا حبيبتي، مش تنسي بقى ايه تقرا التعليق الفيديو ده لمامتك، وتعرفي ان انا بشكرها واتاسف لها، انا ما كنتش اعرف ان التعليق ده من حلا. فبعد كده يا حلا لو سمحتي تكتبي اسمك، ما لما تيجي تعلقي لي تكتبي اسمك حلا بنت ام عبد الله عشان ابقى عارفه ان انت. ماشي يا حبيبتي، وسلمي لي على ماما كتير وبوسها لي، وقولي لها تيتا ايمي بتقول لك الف الف شكر لكل حاجة حلوة شافتها منك يا حبيبتي، وربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة إن شاء الله، ويشفيكي وينورها لك ربنا دايما يا رب. ألف شكر يا حبيبة قلبي. يلا سلام عليكم، يلا باي باي باي، مع ألف ألف سلام.